السلام عليكم متتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ نتمنىكم تكونوا بصحه جيده واحسن الاحوال. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم واحد الطريقه اللي كنغسل بها الدجاج اللي كنجيب في الدار وديال العراضات ايتو. واحد الطريقه كنوريها لكم باش كنغسلوا بها الدجاج. هاني بديت هنا كنغسل هنايا، كنحيدوا لهذوك الزوائد ديالها. بحال مثلا هذا كنحيدوا هذه الرقبه ديالها هذه لانها ما كتنفع حتى شي حاجه. ها هي كنغسلوهم، كنديروهم في الماء في الاول. ابخي كنديروا واحد المكون اللي كنضيفو في الدجاج اللي باش كيتغسل مزيان 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 مزيان. هنايا راني كنبين لكم الطريقه ديالها. هنايا كنحيدوا دوك الزوائد ديالها هكذا. خص الدجاج باش يجي زوين في الطياب خصو يتغسل مزيان باش راكم عارفين ما تجيش فيه ديك الريحه تاع الزفوريه، وخصو يكون مغسول مزيان. الصراحه الدجاج راه خصو يتغسل، هذا هو السر ديالو. ولكن واحد المكون كنضيفو في الطريقه ديال الغسل ديالي. ها هي درك انا غادي نتابع على هذه الطريقه هذه. كنخويو لها ديك الريه اللي عندها لداخل ودوك الزوائد، وغادي نتلاقاو تطالعوا. درك غادي نكمل حيت راهم عندي 4 ديال الدجاجات. غادي نكمل على الطريقه ديال الغسيل هادو بحال هكا. كاع ديك الشحيمات ودوك الزوائد كما قلت لكم كنحيدوهم. غادي نكمل على هذه الطريقه هذه وغادي نتلاقاو تطالعوا باش نوريكم المكون اللي كنزيدوه في الدجاج باش كنغسلوه. المهم البنات، ها هما بعد ما غسلنا الدجاج ديالنا في المرحله الاولى كنغسلوه غير بالماء. كنحاولوا نحيدوا له هذاك الريش ديالو. كانت باقيه شي ريشه كنحيدوها بداك الشاليمو ديالنا، ولا ديريه فوق البوطه ولا تحيديها بيدك. المهم تحيد داك الريش. هنايا خديت واحد حيت بحكم ان عندي 4 تاع الدجاجات، خديت واحد لاباسين كبيره غسلته في المرحله الاولى غير بالماء. دركا بالنسبه للمكونات، المرحله الثانيه ديال الغسيل ديال الدجاج، لان انسيستي على الغسيل لان الغسيل خصو الدجاج خصو يتغسل الصراحه مزيان. من خلال المكونات كنحتاج هنا كندير قرعه ديال الخل. هنا خديت شويه تاع الزنجبيل مع الملح هنا راني غادي نزيد غير بحكم راني درت فلاسيات صغير لان الملح معقم حتى هو كيغسل الاخر مزيان. هنا غادي نحتاج للدقيق الابيض. الدقيق الابيض زعما هو اللي غادي نحتاجو. هذه المرحله الثانيه في الغسيل ديال الدجاج. ركزوا معايا، كنهضر على المرحله الثانيه. هنا درت واحد لاباسين كبيره درت فيها الدجاج ديالي، درت فيهم الماء. غادي نبدا على بركه الله. هنا غادي ندير داك الخل ديالي كله. غادي نحاول هانتوما شوفونا الخل كندير هنايا. الخل خصو يتغسل داكشي مزيان لان الدجاج الا ما تغسلش الصراحه كيعطي واحد الزفوريه ما كيجي امونجابل. هنا خديت هادوك درت واحد الفتيحات في الدجاج. ها هو في لو بلون ديال الدجاج درت واحد الفتيحات ودرتهم على الصدر ديالهم. هنايا هذه المرحله الثانيه ديال الغسيل ديال الدجاج. ما غادي نتابع على هذه المرحله هذه وغادي نوريكم. غادي ندير الدقيق الابيض والزنجبيل والملح. ضروري الخل هكا. ما درنا الخل ديالنا، ها هو خديت الملح وكنحكوا له هذيك الجلده ديالو الفوقانيه مزيان. خاصو يتغسل مزيان. هذه طريقه ديال الغسيل على واحد اليد تاع الطباخه عندنا من يد محترفه. زعما الصراحه الدجاج ديالها كتغسلو رائع 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 رائع، روعه وما تشبعيش منه. وهي راه حيدت له هذوك الزوائد وراه كانت قالت لي قولي لهم كنحيدوا له حتى دوك الشحيمات ديالو باش ما تجيش الدغميره ميدمه بزاف. هانتو هذا كنغسلوا ديك الدجاجه مزيان بالملح. يعني كديري معاه الخاطر كتمسحي. خدينا الملح وغادي نتابعوا على هذه الطريقه على 4 تاع الدجاجات اللي عندنا. ها هما المتتبعات، الدجاج ديالي بعد ما درتو في الماء والملح. الملح كتهزي واحد الكميه كبيره وكتمسحي بها الدجاج وكتحطيه على الصدر ديالو. في هذه المرحله غادي نزيد الطحين والزنجبيل. في هذه المرحله غادي نزيد الزنجبيل من الفوق. هذه غير الغسيل ديال الدجاج لان ركزوا معايا كنقولها لكم طريقه تاع الغسيل طريقه مهمه مهمه مهمه. هنا درنا له الملح، مسحنا له الملح مزيان. وهنا غادي نديرو الطحين. هنا درنا الطحين والدقيق الابيض. ولا بد انا الطريقه تاع الدجاج ديالي تاع الغسيل هذه هي اللي كنديرها عندي حتى في داري. هانتوما شفتوا، هانتوما راه السر في الدقيق الابيض انه كيبيض الدجاج كيتغسل. ها
شتي. وغادي نخليه هنا في هذا الزنجبيل والملح والخل والدقيق الابيض قريب 3 ديال الساعات. ابخي غادي نغسلوه بالماء مزيان مزيان يتصل باش تحيد منه داك الملح داك الزنجبيل داك الطحين يتغسل غسيل بالماء بوحدو. وعاد غادي ندير له الحامض يعني السيترون هو المرحله الاخيره. بعد ما درنا له داك الخليط البنات شللناه بالماء مزيان 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 ودرنا له السيترون. السيترون هو المرحله الاخيره. هنايا غادي نبداو في الشرموله ديال الدجاج ديالنا. تحيه لكم كبيره المشاهدات وشكرا لكم وشكرا مع السلامه.